السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة، ولو انتوا لسه مشتركتوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. فضلا منكم وليس امرا حطوا له لايك. النهارده الفيديو بقى برعاية جوزي، هو اللي قال لي هنعمل فطار النهارده. قلت له بص انا بغسل وبعمل وبروق مش عارف ايه، قال لي خلاص انا اللي اعمل الاكل. بص بقى بيعمل اكل ايه النهارده. هيعمل الفطار بتاعنا الجميل البسيط الهادي المش مكلف، انتوا فاهميني بقى. هنا قطعنا البصل وفلفل، هنعمل الكبده ومكرونه محمره. طبعا شفتوا المكرونه في اول الفيديو، شكلها تحفه تحفه بجد، والله العظيم بجد تسلم ايده. هنا عمل بصله، قطع البصله هخليها تدبل زي ما انتم شايفين. والله بصوا انا مش جايبه الصوت بتاعه ولا بتاع، احنا قعدنا نضحك كتير وكان عيالي مشغلين التلفزيون ومعلين الشاشه جنب المطبخ، فما كانش ينفع خالص ان انا اعلي الصوت اجيب الصوت. ماشي، انا سبته طبعا يعمل بقى في الاكل ووريتكم. بصوا مواعين عندي قد ايه، كتيره جدا. وهنا كنت نشرت بقى الهدوم كلها زي ما انتم شايفين اهو، وسايباها بقى، كانت منديه كلها وكان الجو مغيم معرفتش اشيلها. بصوا كانت لسه مش عارفه اتكلم والله. بس الجو كان حلو وجميل ازاي، بس طول الليل يمطر، اقسم بالله طول الليل كان بيمطر. نشرتهم الصبح زي ما انتم شايفين. طبعا انا عصرهم في الغساله اللي هي الاوتوماتيك، بس غسلهم في الغساله العاديه. فهسيبهم بقى النهارده وهسيبهم بكره كمان. نشرت الهدوم دي كلها، الحبال كلها كانت متروسه. ليه؟ لان انا كان بقالي اسبوع ما غسلتش. هنا المفرش اللي انتوا شايفينه ده انا بفرشه على الارض، وده بقول لكم الشنطه اللي بحط فيها الاكل لاني بنزل العصر. بفرشها على الارض، بشيل الموكيتا او الحافظه اللي انتوا شايفينها دي كانت مش نظيفه خالص، قلت اشيلها بقى انفضها، لاني انا قلت لكم ان انا هروق وهنشر هدوم وهغسل مواعين. هعمل جوله في الشقه كده عقبال ما هو يعمل الاكل، بس برضو متابعاه يعني، والله هتشوفوا دلوقتي ايدي معاه. همسك بقى الشنط احطها مكانها في مكان تاني. بصوا ادم بياكل ايه؟ مفتقه اللي هي زي العسل، لان هو بيعشق حاجه اسمها عسل. بيقول لي يا ماما انا صايم. يشرب يقول لي يا ماما انا خلاص انا كده صايم صح. ياكل برضه انا يا ماما انا صايم. ولا بصومه لحد بعد الظهر بحاجات بسيطه يعني، يا دوبك بيقوم يقول لك انا جعان. كنت بقى اروق، مسكت الحافظه نفضتها على السلم ورحت فردها زي ما انتم شايفين، وهمسك السلم كله اكنسه لاني قعدت تمطر. خفت اكنسه في تاني يوم بتمطر فيه، خفت اكنسه تبهدل الدنيا تاني. قلت لا اسيبه كده لحد ما ما الاقي الجو اتعدل، بعد كده اروقه. هنا بقى مسك البصله بعد ما دبلت هي والفلفل، حط فصين توم، 3 فصوص توم يعني، سبع حطهم في كوبايه ميه عشان التوم يفك. وبعد كده نزل بالكبده، احنا طبعا شاطفها شطفه نظيفه. وانا قلت بقى اغسل المواعين اهو زي ما انتم شايفين كده، يعني انا ايدي بايده معاه، بوريك هو بيعمل ايه وانا بعمل ايه. طبعا هيخلي الكبده بقى تتسبك جامد، يعني تتشوح جامد جامد، وبعد كده هيبتدي بالمكرونه. قلت بقى ما بديهاش بقى اغسل انا المواعين طالما روقت ونشرت الهدوم. ده كله والله كان امتى؟ يعني كان قبل العصر بحاجات بسيطه، لان احنا بننزل زي ما انا معرفاكم في الفيديوهات، بس بكرر الكلام تاني علشان اللي مش متابعني يبقى عارف انا بعمل ازاي او يومي ماشي ازاي. بالله عليكم بقى لو وصلتوا لهنا كده حطوا لي لايك للفيديو، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. فضلا منكم وليس امرا حطوا لي لايك للفيديو ان عجبكم يعني. والله انا حاسه يعني انتوا بتتفرجوا وحاسه ان بيعجبكم الفيديو، بس مش عارفه ليه ما بتحطوليش لايك يعني مش بفلوس يا جماعه. هنا بقى قلت بقى اغسل المواعين بتاعتي. غسلت الكوبايات الازاز في الاول خالص، الازاز كله. بعد كده المواعين دي بتبقى بتاعه الفطار والسحور، يعني انا بجمعهم، لاني بتاعه الفطار انا ببقى لو في الشقه والله هغسلهم بعد الفطار على طول اقوم، لاني انا مش من هوايه التلفزيون يعني، انا من هوايه النت بس. ما بقعدش قصاد التلفزيون كتير. لو انا قاعده في البيت
كنت قمت غسلت المواعين وعملت كل حاجه، وكنت سايبت الدنيا رايقه، بس انا بنزل بالمواعين او بالحلل اللي هي بتبقى فيها الاكل، بنزل بيها المحل. بطلع والله الساعه 12 وساعات واحده وساعات 1:30 بالليل، فببقى طالعه هلكانه. يدوبك نعمل الفطار السحور وانام. هنا بقول لكم التوابل بتاعت الكبده: توم بودر وبصل بودر، فلفل اسمر، كركم وبابريكا، وحبه ملح كده صغيره. هو رشه خل كده صغيره جميله، بتدي طعم حلو قوي للكبده، عشان لو فيها زفره ولا حاجه. لا بس هو كان منضفه مخليها زي القشطه بصراحه. هنا بقى خلصت المواعين اهو زي ما انتم شايفين. خلصت الحوض، هو بيعمل حاجه وانا بعمل حاجه، يعني مش برعايته هو بس، هو اي نعم ساعدني في المطبخ، بس برضو ايه يعني ايدي بايده. انتوا خدتوا بالكم اهو ايدي دي عشان ما تقولوش ان انا جايه عليه واحنا صايمين. هنا بقى خلص بقى الكبده، يحطها ينقلها على العين اللي جوه ويوطي عليها، يشغل عليها ويوطي خالص. وهنا هنعمل المكرونه. طبعا ما فيش اي افتكاسات، طريقه المكرونه المحمره. هنا كان طماطم فايضه مني، انا طبعا ببقى عصره مسبكاها وعصراها وحطها في التلاجة، فلقيت دولت مش مكملين كيس، حطيتهم في الطبق كده زي ما انتم شايفين، وحطيتهم في الفريزر. والله تاني يوم طلعتهم زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى رشينا حبه زيت، ما قلت له ان الزيت قليل طبعا، برعايتي برضه مش برعايه جوزي. قلت له الزيت قليل، زود الزيت شويه. وبعد كده ايه قلت له حط بقى المكرونه، كميه المكرونه اللي هتقضينا ناكلها تحت. والله ده كله كده كان قبل العصر. هناخد الاكل بتاعنا بحطه في حلل. لو في صواني بقى، صينيه كبيره بريح دماغي، يعني ما بعملش في اطباق كل واحد طبقه جنب منه، لا بحط سرفيس او صينيه. انتوا عارفين الصينيه، صينيه الشاي الكبيره، ممكن افردها كلها احط فيها رز كلها. لو مكرونه بجيب زي سرفيس كده وبحط فيه المكرونه والاكل. بصوا بنلم بعضنا كلنا في طبق واحد او طبقين بالكتير، انتوا فاهمين يعني. ما بحب، يا اما والله ساعات بالحلل. احنا بص البساط احمدي، النبي عربي يا جماعه. فوالله انا طبيعيه زي اي واحده ست، يمكن اقل منكم كمان. فيومي بطبيعته، لو انا قاعده في البيت بعمل كل حاجه، انما الشغل او المحل هو اللي بيلهيني. هنا بقى افتكاسه من احمد جوزي. بعد ما المكرونه خلاص قربت يعني هتتحمر او تدي لون، نزل بقى بقرن فلفل كبير كده. قال لي ايه، انا عايزه بيدي طعم وريحه. عامه الفلفل بيدي ريحه جميله قوي للمكرونه او للشوربه او لاي اكله عامه. هنا كانت اتحمرت اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هينزل بيها بالطماطم المتسبكه، انا اللي مسبكاها برضو حطها اهو زي ما انتم شايفين اهو. هزودها بقى حبه ميه كده ويحط التوابل، بتبقى طعمها حلو قوي بصراحه. كانت طعم المكرونه تحفه. انتوا شفتوها في اخر الفيديو، في اول الفيديو، وهتشوفوها تاني في اخر الفيديو. بصوا بقى الفطار النهارده فطار تالت يوم رمضان، يعني تالت يوم رمضان احنا عاملين الفطار البسيط الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كل يوم طبعا فراخ ولحمه وبط ووز فمش كل يوم. مره كده هنزل لكم بتحبيشه جميله، بتنجان وفول وبطعميه وبطاطس وايه تاني وبيضه، تبقى اكله جميله جدا. حطت توابل بقى بتاعته اللي انتوا شايفينها: فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا، مرقه دجاج. دي مرقه دجاج ماجي. وهنحط الملح ونزودها بقى الشوربه بتاعتها، واسيبها لحد ما تتشرب، وبعد كده اوطي عليها اهو. بصوا، واوطي عليها واسيبها بقى. كنت بقى ايدي ورا منه والله في المطبخ، وروقت الدنيا وخلصت الدنيا ده كله قبل ما انزل. والحاجات اللي بتفيض بعملها، لو حاجه يعني من بقيه الفطار وكده بعملها. وبعد كده المواعين اللي بتبقى بالليل بعد ما بفطر وبطلع بغسلها تاني يوم زي ما انتم شايفين. يومي على طبيعته معاكم والله. بصور كل يوم بقدر الامكان عشان ايه ابقى معاكم، لاني انا افتقدت القناتين الشهر اللي فات خالص خالص خالص. اهو يا حبايبي سبت بقى الاكل لما يستوي خالص كده. حبايبي يكون الفيديو خلص معاكم. بالله عليكم ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميله، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، فضلا منكم وليس امرا. حطوا لي لايك ان عجبكم.
اخر الفيديو طبعا لازم اوريكم شكل المكرونه بتاعت احمد. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.